بيبدأ الفيلم بسباستيان وهو مع بيلي صديقه واللي خلف 3 كلاب صغيرين، وبيكونوا أولاد بيلي بيحبوا سباستيان جدا وبيكونوا منطلقين في البيت. ده بيروح سباستيان للمدرسة وبتطلب منه زميلته إنه يديها واحد من الكلاب الصغيرين، وبيقول لها سباستيان إنه مش هيفرط في ولا واحد فيهم. شوف المدرس سباستيان وهو بيتكلم وبيعاقبه بإنه بيزود عليه الواجب، وده الشيء اللي بيتضايق منه سباستيان لأنه أصلا ما بيحبش المدرسة. ده بيخرج سباستيان من المدرسة وبتكون أنجلينا مستنياه، وفي الطريق بتقول أنجلينا لسباستيان إن هي وأبوه قرروا إنهم يتجوزوا، وبتسأله عن رأيه إذا كان موافق ولا لأ، وبيقول لها سباستيان إنه طبعا موافق. وفي الوقت ده بيكونوا قاعدين قدام قبر أمه، وبيجي يوم الزفاف، وبيسمع سباستيان أبوه وهو بيقول إنه هيسافر وهياخد سباستيان معاه. يسمع كمان سيزر وهو بيقول إنه هيبيع بيلي وأولاده لما يكبروا شوية، وبيتهم سباستيان سيزر بإنه عمره ما حب بيلي، وبيقول له إن أولاد بيلي مش هيتباعوا، بيسيبه وبيمشي. وفي اليوم التاني بيكون مارسو مسافر وبينادي على سباستيان علشان يسلم عليه، واللي بيكون سامع ابوه بس ما بيردش عليه. وبالليل بيقول سيزر لسباستيان انه ما بيكرهش بيلي، بس هو كبر ومش هيقدر يعتني بيهم. وفي اليوم التاني بيكون سباستيان في طريقه للمدرسة وبيشوف عربية ضخمة، وبيعرض عليه صاحبها انه يوصله وبيركب معاه سباستيان، وبيكون صاحب العربية اسمه جوزيف، وبيتفاجئ سباستيان لما بيلاقيه انه عارف اسمه. ولما بيوصلوا عند البيت بيقول جوزيف لسيزر ان بيلي الكلب بتاعه ضاع منه من سنين. رد عليه سباستيان ان صاحب بيلي كان بيعذبه، ما كانش بياكله، وبيقول له جوزيف ان الكلام ده مش صحيح وانه هيسيبهم يومين يفكروا ويودعوا بيلي. وبيشتكيهم جوزيف لعمدة البلدة، وبيقول له سيزر ان بيلي مش كلبه. بعدها بيعرض سيزر على جوزيف فلوس مقابل انه يسيب له بيلي. جوزيف بيقول له انه عايز فلوس مقابل اولاد بيلي كمان، فبيسيبه سيزر وبيمشي. وبيستمر جوزيف في مراقبة بيت سيزر، وبيخاف سباستيان على بيلي، فبيجهز اكل من المخزن علشان ياخد بيلي ويهرب. شوفوا جوزيف وبيساله هو رايح على فين، وبيجي بيلي من وراه وبيزقه جوه المخزن وبيقفلوا عليه الباب وبيمشوا. وبيلاقي سيزر جواب سايبهوله سباستيان وبيقول له انه اخد بيلي واولاده ومشى علشان يحميهم. وبيفتح سيزر باب المخزن لجوزيف اللي بيقول له انه مهما حصل هياخد منهم بيلي. طريق بتقوم عاصفه ثلجيه وبيغمى على سباستيان، بيخاف عليه بيلي فبيحفر مكان في التلج. بعدها بيشده وبيخبيه جوه الحفره، وبيتلم حواليه هو واولاده علشان يدفوه. وفي اليوم التاني بتكون العاصفه عدت، وبيشكر سباستيان بيلي انه انقذه، وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا البيت مهجور. وبيفتح سباستيان البيت وبيدخلوا جواه وبينضفوه بيباتوا فيه. وفي الوقت ده بيكون سيزر بيبلغ العمده باختفاء سباستيان وبيلي، وبيبلغ العمده الخبر لكل البلدات اللي حواليهم. في الوقت ده بتسمعهم جوليا اللي بتكون خايفه على سباستيان، فبتطلع لسيزر وبتقول له على المكان اللي ناوي يروحه. وبسرعه العمده وسيزر علشان يروحوا له، بيكون جوزيف مراقبهم. في الوقت ده بيكون سباستيان وبيلي بيصطادوا، وبيوصل جوزيف للبيت اللي مستخبين فيه وبياخد الكلاب الصغيره. وبيرجع بيلي وبيشوف ولاده وهم محبوسين في العربيه، ويبص بيلي لسباستيان وكانه بيعتذر له لان ولاده محتاجين له، وبيجري وبيدخل جوه العربيه، وبيقفل عليه جوزيف الباب الحديد، ويبص لسباستيان وهو منهار وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بيوصل سيزر لسباستيان وبيقول له انهم هيقدروا انهم يرجعوا بيلي وينقذوه من جوزيف اللي بيعذبه، وان كل اللي محتاجه انه ياخد ولاد بيلي ويبيعهم. وفي اليوم التاني بيروح العمده وسيزر ومعاهم سباستيان للبلده اللي فيها بيت جوزيف. بيسيبوا سباستيان واقف وبيروح علشان يسالوا على بيت جوزيف، وبيشوف سباستيان بيلي فبيجري عليه، بس لما بيقرب منه بيكتشف انه مش بيلي، وبيبص له الكلب وبيمشي، وبيبقى عايز سباستيان يمشي وراه. وبيدخل الكلب بيت وبيطلع سباستيان للدور الاول وبيدخله جوه اوضه. ميكونش سباستيان عارف الكلب جايبه لهنا ليه. تيجي صاحبه البيت وبتفتكر ان سباستيان حرامي وبتقول له انها هتبلغ الشرطه، وبيقول لها سباستيان انه مش حرامي وان الكلب هو اللي جابه لهنا وهو ما يعرفش السبب، وان هو جه البلده علشان يعرف مكان جوزيف لانه اخد الكلب بتاعه. تقول له الست ان كلبتها هي ام الكلب بيلي اللي كان عند جوزيف. تقول له ان الكلبه شمت ريحه بيلي فيه وعرفته، وبتخرج معاه لسيزر والعمده وبتاخدهم لبيت جوزيف وبيشوفوا بيلي هناك. وبيقول لهم العمده انهم لازم يعملوا خطه علشان ياخدوا بيها بيلي لانه دلوقتي ملك جوزيف. تقول لهم الست ان الكلب مش بتاع جوزيف، وان هدد بيلي وهو صغير لجارهم اللي كان راعي وكان نظره ضعيف علشان بيلي يساعده. بعدها مات واخد بيلي جوزيف. بيروح العمده لجوزيف الحاله علشان يعطلوا لحد سيزر وسباستيان ما يقدروا ياخدوا بيلي. يقول العمده لجوزيف انه يلعب معاه، ولو كسبه هيديله عربيته، ولو خسر جوزيف هياخد العمده بيلي. وبيوافق جوزيف. في الوقت ده بيكون سباستيان وسيزر بيحاولوا يخلصوا بيلي، وبيلاحظ جوزيف ان العمده بيبص كتير للساعه وبيعرف انه بيعطله علشان في حاجه بتحصل، فبيضرب العمده وبيمشي. ولما بيرجع للبيت بيستخبى سيزر والست في مكان وسباستيان والكلاب في مكان تاني.
وبيمسك جوزيف البندقية وبيهدد سيزر وبيسأله عن مكان الكلاب، وبتقول له الست ان دول مش كلابه، وبيقفل عليهم الباب وبيحبسهم. شوف جوزيف سباستيان وهو بيهرب بيلي، فبيمسكه وبيرميه على الارض، بينبح عليه بيلي وبيطلع جوزيف سكينة وبيقرب على بيلي اللي بيفضل يرجع لورا وهو خايف. ولما بييأس بيلي وبيفقد الامل بيضرب بايده ورجله على الجليد لحد ما بينهار بيه هو وجوزيف وبيسقطوا جواه، وبيجري عليه سباستيان وبينده عليه وهو حزين. وفجأة بيظهر بيلي وبيخرجوا سباستيان وبيحضنه. بعدها بيسأل سباستيان صاحبة الكلبة هي ازاي استغنت عن بيلي واديته للراعي، وبتقول له الست ان دي طبيعة الكلاب انها تفترق عن بعض وكل واحد يلاقي صديق يراعيه. بيرجعوا لبلدتهم وبيدي سباستيان كلبين لاصحابه، بيدي واحد لسيزر، وبيسافر سباستيان مع ابوه بيكون معاه بيلي، بيودع سيزر اللي بيبقى حزين على فراقه. ينتقل سباستيان وبيلي لحياة جديدة. ولحد هنا بينتهي الجزء الاخير من سلسلة افلام سباستيان وبيلي، ونشوفكم الملخص الجاي.